ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ احلى كفتة فراخ هتاكلوها بتتبيلة حلوة جدا وما بتفكش. يلا بينا نشوف انا عملت طريقة كفتة الفراخ ديت، ومن صدر فرخة واحد او نص كيلو صدور فراخ. يلا بينا نشوف انا عملت الكفتة الجميلة دي ازاي. اهلا بيكم في قناتي وصفة شيماء. اهلا وسهلا، نورتوني يا حبايبي. يلا بينا نشوف مكونات كفتة الفراخ. ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نبتدي. ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل والشير لأصدقائكم وحبايبكم. معايا هنا حوالي من بصلتين وسط، عليهم قرنين فلفل. ولو عندكم اهو كده يا حبايبي قرنين فلفل اخضر، ممكن تحطي قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر عادي. ومعايا 3 فصوص توم او 4 فصوص توم. ويلا بينا نشوف هنعمل بيهم ايه في الكبة بتاعتي. ومعايا هنا حوالي من نص كيلو صدور فراخ. ممكن تعملي بالوراك عادي اللي متاح وموجود عندك. معايا هنا التوم ومعايا البصل ومعايا الفلفل. ممكن تحطي بدل القرنين الفلفل واحد احمر وواحد اخضر. هفرم بقى الخليط دوت ناعم جدا عشان ما يبانش معايا في عجينة الكفتة أو في عجينة كفتة الفراخ. هنعمه جدا جدا جدا، اللي هم عبارة عن بصلتين، قرنين فلفل أحمر وأخضر، 4 فصوص توم. وهفرمهم جامد ناعم لغاية لما احس ان هم نعموا جدا. هبتدي بقى ايه انزلهم في مصفى اصفيهم، بس الاول لازم ينعموا جامد جدا. انا باكد على النقطه دي علشان لازم، عشان ما يبانوش في الكفته. هنا بحاول انزل اللي على حروف الكبه كده علشان كله يتفرم يبقى ناعم زي بعضه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل يا حبايبي، عايزين عيلتنا تكبر اكتر واكتر مع بعض. هنا بقى نعمت البصل والفلفل والثوم جامد جدا. هنزلهم بقى في مصفى كده علشان اصفي ميه البصل من البصل. انا عايزه تفل البصل بس من غير الميه بتاعته، علشان ما تخليش الكفته بتاعتي تفك معايا. اهو بصوا، هبتدي بقى بصوا اعصر البصل جامد جدا. انزل الميه بتاعته دي كلها، تضغطي كده جامد لغايه لما تنزلي البصل الاحمر. طبعا بيبقى فيه ميه ياما، فتحاولي على قد ما تقدري تنزلي كميه الميه كلها اللي موجوده فيه. هنا بقى ايه غسله كميه الفراخ اللي معايا، غسلها حلو ومصفياها. هبتدي بقى افرمها في الكبه كده فرمتين 3 لغايه لما تنعم جامد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كفتة الفراخ دي طعمها حلو جدا يا جماعة. تنفع في دايت، تنفع أكلات خفيفة كده للصيف. بعد ما فرمت بقى هنا الفراخ أو صدور الفراخ، نزلت كده بقى بالبصل اللي أنا مصفياه، البصل والفلفل والثوم، الخلطة اللي أنا كنت فرماها. وهديها فرمتين كده مع الفراخ، يتقلبوا مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. يلا بينا بقى نشوف البهارات اللي هنحطها. هنا عندك بقسماط ناعم، او عندك دقيق ذرة اصفر اللي موجود عندك، تحطي منه نص كوباية. هحط بقى البهارات بتاعتي: كاري وكركم جنزبيل قرفة، السبع بهارات، فلفل اسمر، ملح، جوز الطيب. اي بهارات موجودة عندك حطيها. البهارات ديت حاجة اختيارية ليك. عندك بهارات كفتة الفراخ حطيها. يبقى البهارات اللي موجودة عندك: توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، قرفة، كاري، كركم، فلفل اسمر وملح، كمون، شطة. وهبتدي اقلب كل الكمية دي واعجنهم في بعض تبقى عجينة. اهوت انا حطيت عليها دقيق ذرة اصفر عشان ما كانش عندي بقسماط. انتي عندك بقسماط حط لها. هتفضلي تحطي كمية البقسماط لغاية لما تلاقيها عجينة متماسكة مش فكة معاكي. انا حطيت حوالي من نص كوباية دقيق ذرة اصفر. عايزة تحطي دقيق ذرة اصفر زيي عادي حلو جدا. عايزة تحطي بقسماط برضو عادي جدا، لغاية لما تبقى متماسكة معاكي. يلا بينا بقى نعمل كده الخلطة ديت. الخلطة دي عبارة عن مية البصل اللي أنا مصفياها، وهحط شوية كاري، على شوية بابريكا، على معلقة زيت، على شوية فلفل أسمر وشوية ملح. يبقى الخلطة دي عبارة عن مية البصل اللي أنا صفيته، عليها رشة فلفل أسمر، عليها رشة بابريكا، عليها رشة كركم أو كاري،
عليها رشة ملح، عليها معلقة زيت، وهبتدي بقى ايه اصبع كده الفراخ بتاعتي او كفتة الفراخ. احسن حاجة تصبعي بيها كفتة الفراخ هو المسن بتاع السكاكين، بيطلعها لك كده متماسكة وما بتفكش وما بتقعش من عليه، وبتبقى المسام بتاعتها مفتوحة جدا. اهو كده يا حبايبي، هبتدي بقى اصبع معاكم كده الكفته. بصوا ولا واقعه ولا فكه من على السيخ ولا الكلام ده. هاخد بقى من الخليط اللي انا عملته اللي هي ميه البصل والكاري او الكركم وحبه البابريكا والملح والفلفل والزيت، وهبتدي ادهن كده الفراخ بتاعتي من بره. بصوا ما شاء الله، ولا فكه ولا الكلام ده، وبصوا لونها حلو جدا ازاي، ما شاء الله. هبتدي بقى اصبع الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. دول نص كيلو بانيه كنت جايباه عشان اعمله بانيه، والاخر قلت لا انا هغير واعمل كفتة فراخ. اهو سهلة جدا وبسيطة. بعوص ايدي كده من الخليط، وببتدي كده امشي على الفراخ، على كفتة الفراخ، تدينا لون ولمعة حلوة للكفتة. اهو كده ما بتفكش ولا حاجة، اهو زي ما انتوا شايفين. بحاول اوريكم كل حاجة علشان تطلع ناجحة معاكم زي ما طلعت معايا. ادي الكمية بتاعتي، هحطها بقى على النار. عايزة تحطيها في الفرن عادي جدا، هتشغلي الفرن وتسخنيه وتحطيه على الرف اللي في النص. عايزة تعمليها على عين البوتاجاز عادي خالص، هتدهنيها بمية البصل اللي انا كنت محضراها معاكم دلوقتي بالفرشة. هتدهنوها كده وتروحوا حاطينها في الرف اللي في النص في الفرن، او هتحطيها على عين البوتاجاز. انا عملتها على عين البوتاجاز وكانت جميلة جدا وممتازة، وقدمت معاها رز اصفر. ويلا بينا بقى نشوف تقديم الكفتة. كفتة الفراخ ما شاء الله جوسي وطرية، مش ناشفة ولا متفككة، ولونها بيلمع كده وجميلة جدا. يا رب تجربوا كفتة الفراخ النهاردة على طريقتي، هتعجبكم جدا جدا جدا. امشوا بالخطوات والتركات هتعجبكم، مش هتفك معاكم. قدمتها مع رز اصفر، وقدمتها مع بطاطس وسلطة، ودي كانت الوجبة بتاعتنا النهاردة. يا رب تعجبكم. مستنية اللايك والشير والكومنت الجميل، وتقولوا لي ايه رأيكم في كفتة الفراخ، وتعملوها ان شاء الله مش هتفك معاكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واقول لكم جربوا كفتة الفراخ، وفي رعاية الله، وباي باي.